السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. معايا النهارده بقى شوية حواوشي مصري، انما ايه، على اصوله ويستاهل بقكم. حاجة كده سهلة وبسيطة في منتهى الجمال، وفي خطوتين تلاتة ان شاء الله بإذن الله هتعملي احلى حواوشي مصري. اول حاجة معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، فيها نسبة من الدهن. انا بقول للراجل يعني للجزار بيجيبها لي كده جاهزة. تمام كده. معايا بصلتين كبار مبشورين، معايا فلفليتين رومي متقطعين كده صغير، معايا معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كبيره من بهارات الحواوشي. انا بحط هنا بهارات الحواوشي بتغنيني عن بهارات كتير جدا. يا اما بتجيبيها سايبه من عند العطار، او بتجيبي كيس اللي هو الكنور او الكلام ده كله اللي هو الجاهز. في تلك الحالتين بيدينا نتيجه عظيمه جدا. هنبدأ نعجن بقى كل المكونات مع بعضها زي ما انتوا شايفين كده، عشان كل المكونات تمتزج مع بعضها. ما تنسونيش بقى يا حبايب قلبي في اللايك والشير، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى اعرف رايكم في الوصفات اللي انا بقدمها، وهفرح طبعا بتعليقاتكم الايجابيه ليا. بعد كده هسيبه ساعة، سيب اللحمة ساعة ترتاح في التلاجة. بعد كده هنبدأ. أنا كنت جايبة عيش، سواء من الطابونة العادية، أنا كنت جايبة عيش من الطابونة اللي هو العيش بتاع البلدي بتاعنا الحلو ده. تمام كده. هبدأ افتحه كده من على الجنب زي ما انتوا شايفين بايدك. تمام. مش هتعرفي بايدك، يبقى بمقص يا ست الحبايب. تمام كده زي ما انت شايفة. هنبدأ بقى نكور، ناخد حتة محترم من اللحمة، وهنبدأ نحطها ونبططها في الرغيف بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. لا هي حته كبيره قوي ولا صغيره قوي ممسوحه، لا. الساندوتش معانا او الرغيف معانا محترم جدا. واللحمه لما تكش مش هتكش قوي طبعا. وبتبقى بسم الله ما شاء الله حاجه في منتهى الجمال. ان شاء الله باذن الله تعملي الطريقه دي وتعجبك. التركه بقى بتاعتي هنا ان انا بدهن الطاسه بزبده وزيت، مش زيت بس. بالزبدة بتدي تطعيمة وقرمشة كده جميلة جدا جدا حبايب قلبي للحواوشي. التركة التانية بقى حبايب قلبي ان طول ما الرغيف في الطاسة، نبدأ ندوس عليه كده بالمقصوصة اللي معانا، او بالمعلقة او الكلام، او بالشوكة الكبيرة زي ما انتوا شايفين كده. ليه بقى؟ عشان الحرارة تبدأ تتوزع على الرغيف كله، ويبدأ كله يستوي في نفس الوقت زي ما انتوا شايفين كده. تمام. طبعا دهنت برضو دهنة الوش، وبعد كده قلبته الناحية التانية. كل ناحية بتاخد حوالي من 4 ل5 دقايق على النار. بسم الله ما شاء الله بيديني بقى اللون الذهبي الجميل كده، حاجة في منتهى الجمال. وإن شاء الله بإذن الله تعملوه ويعجبكم، وبألف هنا وشفا على قلبكم. زي ما انتوا شايفين كده أنا خلصت بقى. هنبدأ نعمل الكمية اللي معايا. صلوا على النبي حبايب قلبي طول كده ما انتوا واقفين. وصفة الحواوشي يا جماعة سهلة جدا، وان شاء الله بإذن الله تعملوها وتعجبكم. ليه كمان لحبايبنا اللي أول مرة يدخلوا المطبخ برضو دي تجربوها وان شاء الله تعجبكم. وبلاش بقى الفرن والدخنة والكلام ده كله. فهي من فوق على الطاسة كده سهل جدا جدا وبسيط، ومش هياخد وقت خالص خالص. صلوا على النبي حبايب قلبي. زي ما احنا شايفين كده اللون الدهبي الجميل ده هو ده اللي احنا محتاجينه. انا كده خلصت كل الكمية اللي معايا. وزي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله كويس جدا. انتوا عايزينه طري، انا بعمله لا طري قوي ولا ناشف قوي. عايزينه مقرمش كده تبقى يتفرد كله جنب بعضه مش فوق بعضه. لو عايزينه طري بيبقى بيتفرد ايه فوق بعضه زي ما انتوا شايفين، ومستوي وزي الفل. وبألف هنا وشفا